السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين نعمله مع بعض كنافة بالجلاش. هعمل الأرضية من الكنافة وهحط فوقيها جلاش، وهحط في النص ايه؟ الكريمة الكدابة اللي هي المهلبية اللي باللبن. قبل حاجة هفرز الكنافة عشان افرفتها كده واخليها ايه؟ مفرفرة زي ما انتم شايفين كده اهو. افضل حاجة تعمليها معاكي ان انت تجيبي الكنافة وتفرزيها كده وتخليها مفرفرة. ده كده نص كيلو كنافة ولفة الجلاش. اول حاجه بس اهم حاجه هعمل ايه؟ هعمل الاول الشربات وبعد كده بقى نكمله الترتيب مع بعض. هاخد كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه عشان يعمل لي شربات تقيل، واحطهم على النار عشان يخلصوا الاول كده. احط عليهم بقى كوبايه ميه واحطهم على النار. وهبتدي بقى اعمل الكنافه معاكم. اول حاجه هحتاج الكنافه طبعا سمنه وسكر بودر. سكر بودر هحط لها 3 معالق سكر بودر، هيخليها مقرمشه ويديها لون احمر جميل. واحط لها نص كوبايه سمنه. نص كوبايه سمنه هتبقى معدل 3 معالق من المعالق ديت، عشان زي ما انتم شايفين السمنه ايه طريه. هفرك بقى السمنه بالسكر في بعض كده لغايه ما احس ان الكنافه كلها اتغلفت بالسمنه والسكر. يعني تفرفريها كده بايدك لغايه ما تشربيها كلها. ولو انت بتعمليها حسيتيها لا عايزه معلقه سمنه كمان زودي لها. فرفرها بس عشان بص ايدي بتتبهدل وبتبهدل الدنيا. بعد بقى ما ظبطتها كلها بالسمنه كده زي ما انتم شايفين، انا على فكره حطيت لها كمان معلقه سمنه. هبتدي بقى اعمل لها ارضيه واكبسها كده بايدي كويس جدا على قد ما تقدري تكبسيها، متخليش حته عاليه وحته واطيه. ولو مش بتعرفي تكبسيها كده جيبي صينيه اختها واضغطي عليها هتتكبس معاكي حلو. يلا بقى كده مع بعض نعملوا ايه؟ المهلبيه اللي هتتعمل في النص. يلا على النار. زي ما شايفين كده معانا الشربات اهو كده، هنزل عليه بنص ليمونه عشان ياخد كام غلوه كده واطفي عليه. ماشي. هنا بقى نص كيلو لبن هحط له 3 معالق نشا، وهحط له برضك معلقتين سكر عشان بس ما يبقاش ايه ماسخ معايا. وبقى هرفعه على النار. انا كده هقلب على البارد الاول وبعد كده هرفع عليه النار واقلبه لغايه ما يستوي معايا. والله بس كده بتجهز.
بصوا كده بقى، قلبتها لغايه ما اعطتني القوام دوت كده. ده كده القوام اللي انا عايزاه. وزي ما انتم شايفين برضه كده معانا الشرب بيتعقل. هطفي بقى على ده وعلى ده، وهبتدي انزل عليها على وش الكنافه اللي انا عاملاها كده. عندي طبقه رفيعه كده عليها. كده وابتدي اوسعها. وبنزل بقى بالجلاش كده اهوت بالتساوي زي ما انتم شايفين. ببتدي احط وارقرقه بالايه، بالسمنه، اكني بعمل صينيه جلاش. يعني ما فيهاش اي ترتيب. يعني انت بتعمليها كده اهوت، انت بس ايه تغطيه، وما بين دي ودي تروحي بادئه ايه حاطه كده ايه طبقه سمنه عشان تبقى مورقه معاكي. كده انا ما خدتش لفه الجلاش كلها، خدت حوالي نصها بس. هبتدي بقى اخرطها. عايز تخرطيها مربعات سمبوسه اللي انت عايزاه، بس هنعملوها كده مربعات عشان تعرفوا ايه نطلعوها تبقى مش منظرها حلو. بدخل بس الحروف كده عشان ما تتحرقش مني. وابتدي بالناحيه التانيه كمان ابتدي ايه اقسمها. بتقسميها قبل ما تدخليها النار. في الوقت دوت انت كده مولعه الفرن عشان تدخليها فيه. ادهن الوش بقى سمنه كمان كده، ويلا على الفرن السخن.
ادخلها الفرن وارجع لكم. وكده الجلاش بالكنافه بتاعتنا طلعت. هنزل عليها بالشربات. بصوا بقى الشربات هو كده بقى بارد وهي اللي سخنه. هسيبها بقى تبرد تماما واطلعها واحطها في طبق التقديم وارجع لكم. ولما استنيتها لما بردت وقطعتها وحطيتها كده في صينيه التقديم. عايزه برضك اوريها لكم من تحت عامله ازاي، محمره وجميله اهي، وطبقاتها اهي جميله. بصوا بقى الكنافه، ولا الكنافه تخينه ولا المهلبيه تخينه ولا الجلاش تخين، كله كده متساوي مع بعضه. وده كانت فكرتنا النهارده، صينيه جلاش، كنافه بالجلاش بالمهلبيه الكدابه. جربوها، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.